في نص الأسبوع. أهلا بيكم في جمهورية مصر العربية السالمة بأمر الله، المحمية بشعبها، المحمية بجيشها وشرطتها. دي أول حاجة خطرت على بالي أول ما قريت أخبار الأوضاع في اليمن النهاردة. اليمن على صفيح ساخن، الحوثيون النهاردة استولوا على قصر الرئاسة اليمني بعد اشتباكات مستمرة منذ الأمس مع الحرس الرئاسي تخللها وقف مؤقت لإطلاق النار. لكن النهاردة استكملت الجماعات الحوثية نشاطها وتمكنت من السيطرة على القصر الرئاسي ومحاصرة مدير مكتب الرئيس اليمني وهو بداخله، ده غير الاشتباكات الدائرة أمام منزل الرئيس اليمني عبد ربه منصور. لكن آخر الأخبار بتقول إنه لا يزال بخير. أما المتمردين الحوثيين واللي بيقودهم عبد الملك الحوثي فقد أعلنوا لوكالات الأنباء إن عبد الملك الحوثي سيعلن مجلسا عسكريا في الساعات المقبلة. للتذكرة فقط، الحوثيون دول جماعة دينية شيعية بتدعمها إيران، أسسها زعيمهم حسين الحوثي في 1992، ثم تحولت إلى جماعة سياسية، ثم تحولت إلى جماعة مسلحة. أيام الملك عبد الله صالح كان هناك صفقات واتفاقات بينهم لتهدئتهم والسيطرة عليهم، لكن منذ سقوط حكمه والاشتباكات بينهم وبين الحكومة والجيش اليمني مستمرة لحد ما وصلت اليوم إلى سيطرتهم على القصر الرئاسي. أظن أنتم ما بقيتوش محتاجين تسمعوا حاجة تاني علشان تعرفوا أن مصر ربنا حماها من مؤامرة سقط فيها دول تانية غيرنا. وللأسف لو ما فضلناش نفكر نفسنا طول الوقت هيطولنا اللي طالهم، يبقى اسمهم حوثيين، يبقى اسمهم داعش، يبقى اسمهم إخوان، اختلفت الأسماء والهدف واحد. معانا من